يا صباح السعادة وصباح الجمال على عيون أحلى متابعين في الدنيا، بحبكم في الله. النهاردة يا بنات يعني عايزة أقول لكم بكل ثقة كده ومن كل قلبي وبكل جدارة، دي هتكون أحلى سنة نضفتوا فيها الكرشة. بجد مش كلام، زي ما انتوا شايفين قدامكم كده هننضف الكرشة بكل سهولة. اللي هيشوفني كده على فكرة أو أنا في وجهة نظري إن أنا زي ما أكون بقشر بيض. يعني تقشير البيض متهيألي أصعب من تنظيف الكرشة في الفيديو ده. بايديا كده بشيل ولا كاني بشيل قشره بيض، يعني ساعات كمان قشره البيض كده بتكون ماسكه وبتطلع البياض في القشره، لكن ده وانا بنضف الكرشه بكل سهوله وبكل بساطه. والفضل طبعا يرجع لمكون سحري، مكون بسيط موجود في كل البيوت. هننضف الكرشه من غير ما نحتاج لسكينه ولا نحتاج لميه مغليه ولا هنحتاج لمكونات هنجيبها من كوكب المريخ. قبل كده كنت بنضف الكرشه بمكونات معينه، كانت في ناس كتيره بتدخل في الكومنتات وخاصه من خارج مصر كانت بتقول المكون ده مش موجود عندنا، اجيبه ازاي او ايه البديل. لكن المكون اللي انا هستخدمه النهارده موجود في كل البلاد وموجود في كل البيوت. شايفين الشلاتيت اللي طلقت 7 ستات؟ هننضفها بايدينا من غير ما نحتاج لسكينه ولا نحتاج لتعب ولا مجهود. كمان شايفين يا بنات لون الكرشه ده اللون الطبيعي للكرشه، بفضل المكون السحري هتلاقوا لون الكرشه من قبل ما نعمل فيها اي شيء اتحولت للون ده. اظن ان مفيش عظمه اكتر من كده. مع المكون السحري، مع السهولة اللي احنا بننضف بيها، مع كمان المحلول النقع الرهيب اللي انا هقول لكم عليه في نهاية الفيديو، ننقع فيه الكرش عشان ريحتها تكون تحفة ولونها ناصع البياض زي ما انتوا شايفين كده. كل الحاجات دي هنعرفها في فيديو النهاردة. والمفاجأة الاكبر من كل ده وده وده ان احنا هننضف الكرشة ومحافظين على سلامة ايدينا من غير ما نحتاج لجلافز ولا اي شيء. ايدينا هتفضل زي ما هي كده نظيفة، كأننا يا جماعة كنا بنقشر بيضتين 3. لو اول بقى مره بتشوفوني انا رنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في وصفه النهارده. وما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ونعمل كمان مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد، وكمان علشان يكون سهل ان انتوا ترجعوا الفيديو ده وفي العيد ان شاء الله لما تجربوا الوصفه دي تدخلوا لي في الكومنتات وتقولوا لي احنا نضفنا بالوصفه دي ولا لا، وكانت عامله معاكم ازاي، انا فعلا كلامي صح ولا كلامي غلط. ويلا حالا نبدا. قبل كده كنت بنضف الكرشه يا بنات، كانت في بنات بتدخلي في الكومنتات وتقول لي انت جايبه اسهل قطعه في الكرشه وبتنضفيها، انت بتضحكي علينا. طب بالله عليكم دي اسهل حته في الكرشه، انا جايبه لكم النهارده اصعب قطعيه او اصعب منطقه في الكرشه. طيب نروح بقى للمكون السحري اللي احنا هنستخدمه في وصفه النهارده، مكون سعره بسيط وموجود في كل البيوت وسهل كمان ان احنا نحصل عليه، وهو ملح الليمون. ملح الليمون ده يا بنات بنجيبه من اي سوبر ماركت او من اي عطار ومش غالي. الشويه اللي انتوا شفتهم قدامكم دول ب10 جنيه. هبدأ اجيب ملح الليمون وارشرش كده على الكرشة بتاعتنا. هرشرش عليها كلها كده، واجيب برضو الشلاتيت اللي طلقت 7 ستات وارشرش عليها. عايزه اقول لكم وانا في الفيديو وانا ماسكه السكينه عملت بيها شويه، والله لقيت بايديا اسهل كمان. بعد ما رشرشت بقى ملح الليمون على الكرشه، هجيب ميه سخنه مش ميه مغليه، يعني ميه سخنه. شفتوا انا حطيت ايدي فيها واهو كمان بحط ايدي، يا دوب ميه سخنه بس مش ميه مغليه يا بنات، ميه دوب يعني اكون مستحمله الحراره بتاعتها، واحطها كده على الكرشه بعد ما ضفت عليها ملح الليمون، وهسيبها من 10 ل15 دقيقه. بعد مرور 15 دقيقة يا بنات بالظبط، شايفين المنظر؟ شايفين من شوية الكرشة كان لونها غامق ازاي؟ اولا لونها فتح، ثانيا بقى امسكي بقى الكرشة في ايديكي كده وابدأي اعملي بصوابعك، هتلاقي كل حاجة بتطلع كأنك بتقشري بيض بالظبط. شايفين السهولة والبساطة يا بنات؟ وانا عايزاكم تفضلوا معايا لاخر الفيديو عشان في محلول نقع رهيب هيخلي الكرشه نظيفه وتحفه، وكمان ريحتها، يعني الريحه اللي احنا كنا بنشمها في الكرشه دي لا هتقضي عليها تماما، وهتخلي لونها ناصع البياض زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. شايفين يا بنات؟ ولا كأني بص تقشير بيض ايه يا بنات، ده احنا بنظلم الكرشه بتاع كلمه تقشير، ده اسهل كمان من تقشير البيض. مكون طبيعي، مكون آمن. عايزه اقول لكم كمان يا بنات في طرق كتيره لتنظيف الكرشه، بس انا تقريبا كده دي احلى طريقه فيهم.
انا السنه اللي فاتت كنت بنضف الكرشه بحاجه اسمها الجير المطفي. الجير المطفي ده يا بنات بنجيبه من المحل بتاع مواد البناء اللي فيه البويات ومستلزمات الطلاء. يعني اللي ما يعرفش ايه البويه، اللي هو الالوان اللي احنا بندهن بيها الجدار. الجير المطفي ده على فكرة هو مش مضر، بس مش معنى ان انا بقولك ان هو مضر ان احنا ناكله يعني يا بنات، لا. انا جبته السنة اللي فاتت نضفت بيه الكرشة من غير مية ولا حاجة بقى، من غير مية سخنة ولا مية، برشرش كده الجير المطفي ده على الكرشة واشرب كل منطقة فيه. حتى مثلا الشلاتيت دي باخدها طبقة طبقة كده وبشوية مية على شوية جير مطفي، وببدأ ان انا ادعك او ادلك كل منطقة بالكرشة. بتنضف برضو بالسكينة النجحت كده، بتكون سهلة. في ناس دخلت لي في الكومنتات كتيرة وقالت لي حرام عليك انت ازاي بتعملي الجير ده مسمم؟ لا يا بنات، انتوا عارفين ان الجير المطفي ده احنا بناخده بنحطه للفراخ اللي بتاكل البيض او الطيور اللي عندها نقص في الكالسيوم، بناخده نحطه لها. او لو مثلا خايفه عايزه تجيبي طيور جديده وخايفه من البكتيريا، بنجيب الجير المطفي ده ونرشه، يعني مش مضر قوي ولا حاجه يعني. وكده كده احنا بنغسل الكرشه كويس قوي، وكمان بننقعها في محلول او في منقوع، فمش مضر ولا حاجه. وكده كده بنغسل الكرشه كويس. فانا حبيت اقول النقطه دي لان انا السنه اللي فاتت كنت عايزه اعلق على الكومنتات اللي الناس قالت لي فيها ان انت ازاي تستخدمي الجير المطفي. وعامه هسيب لكم اللينك بتاع تنظيف الكرشه بالجير المطفي في الكومنتات او في صندوق الوصف، ولو نسيت حد يفكرني ويقول لي في الكومنتات وانا ممكن وانا هبعته له ان شاء الله. شايفين بقى يا بنات الجمال في فيديو؟ خلينا بقى في فيديو النهارده معانا من فيديو السنه اللي فاتت بتاع الجير المطفي. ملح الليمون يا بنات سحر، بجد سحر. بايديا من غير، انا شايفين السكينه كانت جنبي والله، مسكت السكينه قعدت اكحت بيها شويه، لقيت ان انا اصلا بالسكينه يعني مش انا مش حابه السكينه، انا عايزه اعمل بايديا. الموضوع سهل وبسيط وبتخرج على طول، يعني بدون تعب وبدون مجهود. مش بتبهدل الايد ولا اي حاجه. يعني انتوا هتنضفوا الكرشه السنه دي يا بنات بسرعه البرق. هنضف بقى كل الكرشه كلها ونرجع لبعض تاني عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. نيجي بقى المحلول النقع الرهيب. بجيب الكرشه اهي بعد ما نطفت، شايفين الجمال يا بنات؟ ميه عاديه من الحنفيه. هجيب ليمون، ده ليمون انا مفرزاه في الفريزر، لو عندك ليمون فريش يبقى تمام، 3 4 ليمونات كده. كمان هجيب حوالي نص كوبايه من الخل الابيض، الخل الابيض العادي اللي موجود في كل البيوت. والمكون بقى السحر كمان اللي انا هضيفه الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم او بيكربونات الصودا، لها اكتر من اسم، دي الكربوناتو بتاعت الاكل. هنضيف معلقه كده بتعمل فوران، ونسيبها بقى في المحلول ده 10 دقايق، ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، زي ما انتوا عايزين. شايفين بقى لون الميه عمل ازاي؟ لون الميه اتغير، لو فيها اي حاجه هتلاقيها خرجت في المحلول ده. تحفه يا جماعه، وبيقضي تماما على اي ريحه فيها. شايفين ظهر الكرشه من ورا كمان عامل ازاي؟ هوريكم، بصوا، بتخليها بيضه وفله زي الشمعه كده. اظن مفيش احلى ولا اروع ولا اجمل من كده يا بنات، تنظيف كرشه بكل سهوله وفي دقايق معدوده. وداعم بقى لليوم العيد اللي بيضيع كله في تنظيف الكرشه. احلى محلول ناعم ممكن ان انت تعملوا بيه الكرشه او تنقعوا بيه الكرشه. بعد كده بقى قطعيها على مهلك كده بالمقص. وعلى فكره التقطيع كمان بالمقص يا بنات. امسكي المقص كده وابداي قطعي الكرشه قطع صغيره وشوحيها بقى. وفي ناس على فكره بتسويها من غير تشويح، لكن انا عن نفسي بحب اشوحها وكمان اشيلها في الفريزر كل كيس طبخه بطبختها متشوحه. زي ما انتم شايفين بقى، شايفين البياض والجمال والريحه تحفه. احلى طريقه ممكن تنضفوا بيها الكرشه ومحافظه على ايديكي والدنيا تمام. في مسافه 5 دقايق 10 دقايق هتنضفي الكرشه وتقومي يوم العيد ولا كأنك كان عندك كرشه ولا اي حاجه. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش تقولوا في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد وايه رايكم في وصفه النهارده. وبعد اذنكم اعملوا لايك للفيديو، مش هتخسروا حاجه. وكمان اشتركوا في القناه واعملوا مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. اتمنى السعاده والتوفيق للجميع وعيد سعيد على الجميع. سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.